لو عندك مصدر إشعاع في بيئة العمل وحضرتك بتقيس مقدار الإشعاعات أو بتقرأ الروبورتات الخاصة بيها، فممكن تكون تعرضت لوحدات مختلفة من وحدات قياس الإشعاعات زي البيكرل والكيوري والراد والسيفرت والجري، والموضوع ممكن يكون لخبطك شوية، بس ما تقلقش خالص، احنا بنشرح الكلام ده كله بالتفصيل في كورس الاوكيبيشنال اند اندستريال هايجين واللي بتقدمه بالانسيه. الدورة متاحة على موقع بالانسيه في شكل فيديوهات مصورة متقسمة لفصول، وبعد كل فصل في مجموعة من الأسئلة علشان تتأكد من مدى فهمك لمحتوى الفصل. كمان الدورة نازل معاها مجموعة من الهدايا زي خصم 75% لأول 100 مشترك، وإن حضرتك ليك 5 أيام كاملين من تاريخ تسجيلك تقدر تسترد فيهم كامل قيمة الكورس أو كامل اللي أنت دفعته بدون أي قيد أو شرط، فقط لو حسيت إن الكورس ده مش هو المناسب لحضرتك في التوقيت الحالي. وكمان ليك 20% كاش باك لو حضرتك قدرت تنجز الكورس خلال شهر من تاريخ تسجيلك، وكمان 20% كاش باك تانيين لو حضرتك قدرت تطبق حاجة عملي من اللي انت اتعلمته خلال شهرين من تاريخ تسجيلك. وهتقدر تتواصل معايا مباشرة بدون أي وسيط بضغطة زر هتدوس عليها في أي وقت هتوصلك بالواتساب الخاص بيا، وهتلاقي الأيقونة دي معاك أثناء حضورك للكورس في كل مكان. عايز حاجة تاني؟ مستني إيه؟ سجل في الكورس.